دخل الحديد، حديد الخوذة في وجه النبي، وبدأ الدم يخرج أكثر، فركض الصحابة يبكون. وهنا أشيع أن النبي قتل، وأول من تقدم أبو بكر يرفعه ويقول فدتك نفسي يا رسول الله، والنبي يصب الدم من وجهه حتى يقول الصحابة والله لم نرى عينه من أنفه من فمه من كثرة الدم. يقول أبو بكر فحاولت أن أخلع الخوذة فما استطعت، أبي أشيلها من شدة دخولها في جسد الرسول ما قدرت. فتقدم أبو عبيدة بن الجراح فقال أقسمت عليك يا أبا بكر أن تترك النبي لي. فتقدم أبو عبيدة وسج النبي، يعني رفعه واستحى على الأرض. يقول فحاول أن يخرج تلك الخوذة فما استطاع، فقام يمسكها بفمه يعني يعضها، يقول من شدته، فيقول فتنكسر أسنان أبو عبيدة والخوذة يلا تطلع، حتى يقول مع كل عضة له تتكسر جزء من أسنانه ويرميها رضي الله عنه، يريد أن ينقذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخرج الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.